فالوضع الاقتصادي يعتبر غير مستقر وبيحصل نسبة تضخم عالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي وحبايبي والمجتمع والناس، ازيكم عاملين ايه الأخبار؟ احنا في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي تيجي تركيا. بداية بقى من الفيديو الجاي هنتكلم عن عيوب ومميزات تركيا، وهنبتدي بالعيوب وليه بلاش تركيا أو ليه ما تجيش تركيا. بداية كده هنتكلم عن كذا سبب. رقم واحد هو الوضع السياسي في تركيا غير مستقر بالمرة. حد هيقول لي طب وانا مالي، انا جاي اكل عيش، مالي انا ومال الوضع السياسي؟ فلازم تبقى فاهم انه الوضع السياسي بيأثر جدا في اكل العيش وفي الحياه وكل حاجه. فعدم استقرار الوضع السياسي بيودينا للنقطه رقم 2، وهي الوضع الاقتصادي. فالوضع الاقتصادي بيتأثر كتير بالوضع السياسي، واي قرار بيحصل بيقلب الدنيا، وتلاقي الدولار فجأة رفع، الذهب رفع، الليرة نزلت. فالوضع الاقتصادي يعتبر غير مستقر وبيحصل نسبة تضخم عالية كل سنة. العملة دلوقتي بتلعب في 19.5 وداخلة على 20، مش عارفين بقى هتروح فين تاني. البيروقراطية طبعا كلنا كمصريين عارفين مدام عفاف اللي في الدور الثالث، واستاذ حسن اللي في الدور الرابع، والخزنة اللي بتنزل لها تحت خالص. ده برضو للأسف موجود هنا. في هنا برضو بيروقراطية وورق، وعشان تطلع ورقة لازم تطلع ورقة قبلها، والورقة اللي قبلها بتحتاج انك تطلع الورقة اللي انت المفروض تطلعها بعدها، ولفة كده طويلة. وبيروقراطية النظام والأجهزة لسه ما زالت موجودة في تركيا. طبعا مش زي مصر، مفيش حاجة زي مصر، لكن برضو فيه العك ده لسه موجود برضو. رقم 4 اللغة. زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة انه ما ينفعش تيجي تركيا وتعيش فيها من غير ما تعرف اللغة التركية. فمن العيوب اللي موجودة في البلد دي هي برضو اللغة، ان انت هتتعلم لغة تعتبر صعبة مش سهلة، ومش تقدر تتعامل غير بيها مع الناس. وهي في الاخر لغة مش مطلوبة في العالم بقى لو حبيت تشتغل بيها او حاجة، يعني مش الطلب عليها مش كبير ولا حاجة. فتعتبر يعني لو اتعلمت لغة بلد تانية اظن ممكن تفيدك اكتر. 5 ايه المعيشة او المستوى المعيشي. كل الناس اللي هنا بتعاني من ان هي بتنزل في المستوى المعيشة عن قبل كده. فلو انت بتفكر تيجي بعيلتك وانت متجوز ومعاك اولاد وهتشتغل هنا، فمتفق من الناس كلها انه مرتبك مش هيكفيك، فلازم تكون انت ومراتك بتشتغل. لو انت لوحدك وعايز تشتغل وهتعيش لوحدك اظن الموضوع هيبقى احسن شوية. لكن فكرة انك تعيش وتستقر هنا بعيلتك وانت معتمد على مرتب ثابت، الموضوع صعب جدا. يعني الموضوع معيشة مش هتبقى احسن حاجة، وحتى لو عشت هتبقى الدنيا ماشية بالزقة. يعني برضو هنقول انه زي مصر او احسن نسبيا. رقم 6 فرص العمل. فرص العمل هنا مش بسهولة ان انت تلاقيها، وخصوصا انه الاولوية للاتراك او اللي معاهم الجنسية التركية. فمحدش هيعين اجنبي وهيسيب التركي. وفقا للقانون التركي لازم بيكون في نسبة الاتراك تقريبا 5 اتراك لواحد اجنبي. فطبعا ده بيشكل صعوبة ان انت تلاقي شغل، حتى لو انت كفاءة والشركة ممكن تكون محتاجاك، الا انها هتعين تركي وانت ممكن ما تلاقيش شغل. فالحصول على فرص العمل هنا مش كتير. 7 واخر حاجة في الفيديو هي الدراسة. لو انت جاي علشان تدرس فاحب اقول لك ان الدراسة هنا سيئة للغاية، وممكن اقول لك انه كل اللي فات مصر اسوأ فيه طبعا. يعني لو هنقارن فتركيا افضل من مصر في كل الحاجات اللي انا قلت عليها مع الرغم من كل المشاكل دي. لكن الدراسة هي الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر اقول لك وانا مطمن خالص انه لا، الدراسة في مصر احسن. وبتكلم بشكل اساسي على الجامعات، ان انت لو انت جاي تدرس هنا جامعة فخليني اقول لك ان الدراسة في مصر احسن. فلو بتفكر تسافر تدرس بره فتركيا مش الخيار الانسب ولا الخيار الاول ابدا. تقدر تدور على فرص في بلاد تانية، وان شاء الله برضو نتكلم عن موضوع الدراسه ده بالتفصيل في فيديو لوحده. لكن اجمالا يعني لو حد بيسالني وعايز يسافر ويطلع بره مصر، فخلي خيار تركيا ده خيار متاخر، ودور على بدايل لبلاد تانية احسن. ونصيحه مني بلاش تركيا.